انا شايف 1 2 3 مش عاجبني، يا ريت الكلام ده بعد اذنك نوصل لاتفاق ان الكلام ده ما يتغيرش، خاطر ايه علاقتنا ببعض تمشي كويس مثلا في الشراكه اللي بيننا والكلام ده كله. اللي قدامك يقول لك اه ماشي تمام على البركه، كمل معاه، بس برضه حط الموضوع تحت الميكروسكوب. لما يحصل تاني على طول لا تتغاضى ان انت تقطع الموضوع، لا تتغاضى، ما تفكرش مرتين، ما تقولش معلش بعدين والكلام ده كله، لا تتغاضى خلاص. يعني انت بتقول له قدامك وانس ان هو وافق، اول ما هو يوافق ويتفق معاك ان انت عندك حق، لازم تبتدي تراقب الوضع وتاخد قرار بعد كده حتى لو هو صعب. تمام. الوضع بقى بيبقى فيه اوضاع تانية، مثلا انت ممكن تشوف حاجه معينه تقولها للي قدامك، واللي قدامك ده يقول لك لا انا مش متفق معاك في الكلام ده ومش شايف ان في مشكله من اساسه. ده يبقى كده خلاص هي جات لك من الاول على البركه، افصل بقى ايه الشراكه او افصل الارتباط ويبقى الموضوع باين من اوله. انما انا بقول لك لو فرضنا اللي قدامك قال لك اه ومش عارف ايه والكلام ده كله، لازم تحط الموضوع تحت الميكروسكوب كده وتفضل تدقق فيه لغايه لما تشوف هل الوضع اتغير ولا لا. ما اتغيرش تاخد قرار. نفس النظام بالنسبه للارتباطات، نفس النظام بالنسبه للشركات، زي ما قلت لك في موضوع الشركات.